مفيش أحلى من صينية الرقاق المصري على أي مائدة إفطار، حاجة كده من روايح الزمن الجميل. تعالوا شوفوا الطريقة بتاعتي. في طاسة على النار هنشوح اللحمة المفرومة لحد لما يبقى لونها بني وحلو بالشكل ده. هنحط عليها بصلة مفرومة ناعم ونقلبهم مع بعض. أنا بقى بحب أحط في الآخر معلقة سمنة بلدي، يا سلام، ملح بقى وفلفل وبهارات اللحمة بتاعتك، وقلبي كده لحد لما اللحمة تبقى جميلة. هنحط شوربة في صينية على النار معاها لبن هيغلوا مع بعض، وهحط معاهم ورقة لوري، ودول اللي هيسقسق بيه الايه الرقاق. دلوقتي انا دهنت الصينيه سمنه كويس جدا، سمنه بقى ايه بلدي تبقى بتحبوها. وبعدين هبتدي بقى ايه انعم ورقه الرقاق اللي هي بتبقى ناشفه باستخدام السائل اللي انا عملته من اللبن والشوربه. المهم ان هو ايه، بحط الورق بحيث ان هو يبقى فيه حتت طالعه من فوق الصينيه، وبعدين بحط اللحمه المفرومه، وبعدين ابتدي بقى دلوقتي اقفل الورق من حوالين الجناب، وبعدين اجيب بقى دلوقتي ورقات تانيين جداد واقبلهم بالشوربه واللبن واحطهم من فوق الوش. المهم يبقوا في 3 طبقات من تحت و3 طبقات من فوق. دلوقتي بيضايه ورشوها فوق الوش كده اهو عشان الوش يتحمر لما يدخل الفرن. صينيه في منتهى الجمال، الف هنا وشفا.